مساء الخير والعافية يا أحلى متابعين، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية. اليوم راح نسوي وياكم روتين بصالة، راح أنظفها. طلبتوا مني قلتوا نريد روتين بالبيت، فأنا دا أسوي لكم يومية روتين بمكان مثل ما دا تشوفون. اليوم بلشنا بصالة، هنا كثنا التخوم راح نجلفه. شوفكم شلون تصير طريقة الجلف مالته. هنا تجيبون وصلة وتشدون القبق، تجون تجلفون بالتخوم. لا يحتاج احنا يعني كنا لو نجلف بسين، لو جلافة، لو فرشة نغسل بيها الزوالي. فهاي الطريقة راح كلش تفيدكم، تطلع الطقع، تنظف المكان، تسحب الزاهي اللي موجود بالتخم. راح تعجبكم كل تجربوها وراح تدعولي. وهنا ورا ما كملنا جلف التخم مثل ما تشوفون جلفناه كليته. شوفوا شلون طلع الماء. الخبطة هي معطر ديتول، رش شوي تحطين زاهي وتحطين وياها فد نص استكان خل يعقم المكان ويطير ريحة كلش حلوة. هنا هاي الكراسي الاثنين ذنيك القنفات فنفس الحالة كلهن سويناهن نفس ما شفتوا. قعدنا من الصبح بدينا ننظف، وراح اشوفكم شنو راح اسوي اليوم غدا. هم راح انزل لكم اني اول ما انظف اطلع شنو اطبخ، وبعدين يلا ابلش اطبخ واكمل شغلي هيج. هنا هاي سبلة الكنتوري نظفناه. تقولوا لي ام ليان مو هواية تجلفين تغسلين ايدك، لازم تلبسون جفوف تقيد ترى كلش. مرات اني يعني بالماعين البسهم، مرات حتى تعرق ايدي يعني، بس هن زينات يحافظن على الايد. صح كلامكم، اني ما قايلة لا، بس شنو اكو مرات اتقيد بيهن، مو باي وقت اقدر البسن. اكو مكانات اقدر البسن بيهن واكو لا. فبعد كل واحد ويعني يقدر اللي يقدر. هاي الفوانيس اني ما اغسلهن، بس بوصلة لان تبقى الطقعة مالتهم. هنا أنا كملت الصالة، يعني مسحت غراضها، غسلت التخم، مسحت ورق الجدران، رتبناه. قلت خلي اطبخ وارجع بعدين اكمل الباقي الشغل. فهنا أنا طلعت بانية ولحم وراح ابدي اسوي. هنا خليت الزيت واللحم والثوم، راح اظل احمس لحد ما اشوفه ذب المي مالته والمونة. اني سلكته والمي مالته ما ذبيته، بقيته على جهة، وارجع اضيفه للمرقة يعطي طعم كلش طيب. شخباركم على المدارس؟ بديتوا رحتوا اشتريتوا بعدكم؟ اني بعدني لحد الان ما مشترية، وبعدني لحد الان اني ببيت اختي، فمنتظرة ارجع لان عندي عمالة ببيتي ومنتظرة يكملون على مود ارجع اكمل البيت تنظيف. قلت ارجع اكمل الجهال، اسوي لهم يعني اشتري لهم ملابس كاملة. وان شاء الله هم انزل لكم فيديوهات شنو اشتري ومين اروح اشتري، انزل لكم اياه كلها. هنا خليت المعجون، وهذا مية طماطة، وهنا مية طماطة، وراها راح ادير عليه مي اللحم. فمثل ما قلت لكم دايخة، وان شاء الله دا الله خلانا طيبين انزل لكم قبل وبعد البيت كله، انزل لكم اياه ان شاء الله من ارجع بخير وسلامة. فواي عندي شغلات اريد اكمل، فمن ارجع ان شاء الله خطوة بخطوة انتو وياي. واذا اقدر اشوفكم قبل وبعد شلون صار البيت وبعد. هنا مثل ما قلت لكم مي اللحم ما ذبيناه، خليناه فوق المرق.
يعطي طعم كلش طيب للمرقة. ورا ما يفور المي والمعجون حطيته والمي مال الطماطة حطيته، يلا تجون تحطون البانية. أنا عندي بانية مفرزة بالمجمدة، يعني هي أختي مفرزتها وضامتها بالمجمدة، بس اجتي خلتها ورا ما فار. خلت الملح هنا، هاي بعد الملح انتو عليكم مش قد ما تريدون تخلون. وهنا خليت فلفل اسود وياها وملح، واللحم صار طعمها هم كلش طيب. فهنا مثل ما قلت لكم الشغل بقى على النص، قالت اكمل الطبخ ووقف الطبخ، اخلص منه ونروح نكمل تنظيف. قلت لها احسن، عمود واحد من يكمل شغله قبل يصب غدا. احنا متعلمين على هذا الروتين. ورا ما تفور تكمل ادير عليها الدبس الرمان. هنا دبس الرمان اكو ناس تخلي لامندوزي، واكو ناس تحط دبس الرمان كل من وطبخه. وبعد يعني خلت هنا هي خاشوقة مال اكل دبس الرمان، خاشوقة مال اكل. واذا تريدون لامندوزي تحطون وياها، تحطون نص خاشوقة مال شاي لامندوزي، هم يعطي طعمها كلش طيب الصير. اكو ناس تطبخها بس تشريب، يسموه تشريب بانية، واكو لا يطبخون وياها تمن وعلى جهة يثردون. انتو اكو يعني انتو هسه متابعين شنو تسووا. اني مثلا بيت اختي كليتنا لا نطبخ تشريب البانية ونطبخ وياها تمن، لان يحبون وياها تمن ياكلون. فحسب يعني كل من وكيفه. اي فمثل ما قلت لكم حسب كل واحد واللي يحب يسوي. اوكي. وهنا راح نبدي نطبخ التمن. خلينا الدهن، وويا الدهن شوية ينحمس تحطين عليه شوية بصل، تفرقعي تحطين مي، يفور المي تحطين التمن. وهنا خلصنا الطبخ وراح نكمل التنظيف. مثل ما شفتوا مسحنا الغراض، رجعناها صعدناها على التخم، كملنا التخم، خلصنا بدينا نجلف القاع. باعوا هاي كل هالغراض لي فوق، وهسه بدينا نخضها ونطلع المي برا. راح نرجع الغراض كليتها. ان شاء الله اليوم الفيديو يعجبكم وتقولولي شنو اللي تريدوا، شنو انزل. ان شاء الله من عيوني انزل لكم روتينات بعد، وانزل لكم فلوقات ان شاء الله اطلع هم اصوركم. بس اني هاي الايام ما اطلع، قاعدة بالبيت يم خواتي ومنجمعين وان شاء الله. وهنا راح نخلص. هنا خلصنا مثل ما تشوفون، رشة معطر. ان شاء الله اليوم الفيديو عجبكم. يا ريت اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس، واللي مشترك يحط لي لايك. ومع السلامة، انتظروني بفيديو جديد.